نفسي واخطأ خاطرت بنفسي، قلت لهم يعني تنحلم خرجت يوم القيامة وشفت واحد الحلوف كبير والكلاب دايرين فيه، وشفت واحد الراجل لبس الكسوة مزيانة وقلت له دخل عليك بالله شكون هذا الحلوف وشكون هذا الكلاب؟ قال لي دخلتي على بالله الحلوف هو سيدي الشيخ، الكلاب هما الفقراء ديالو. غير اخترعتها من نفسي. بغاو يقتلوني ولكن ناضوا شي وحدين نوضهم الله قال له إلا شافها وشاف الحلمة ديالك اش غتقولوا انتم؟ نرجعوا الكلام ديال من الشاطبي رحمه الله. فما الظن بصاحبها وهو ملعون على لسان الشريعة. المبتدع ملعون كيفما كان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن بطة في الإبانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلد الثاني صفحة 482: من غش أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، ومن غشها أن يبتدع بدعة يعلن بها ويدعوهم إليها. قال صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. وهو ملعون على لسان الشريعة ويزداد من الله بعبادته بعدا. علاش؟ ما حتى يعبد بالبدعة تزيد يبعد من الله تعالى. لو ترك البدعة بعد، لأن تيعبد بغير الشريعة إذن تزيد من الله بعدا. وهي مظنة لإلقاء العداوة ومانعة من الشفاعة المحمدية. والبدعة تتمنع عن الشفاعة ديال المحمد يوم القيامة. وما يشرب شيء في الحوض. ورافعة للسنن التي تقابلها. ايش معنى رافعة للسنن التي تقابلها؟ الموضع اللي تكون فيه السنة درنا فيه البدعة، إذا ضاعت السنة مطارت. يعني الأذكار اللي تنقلوها ورا صلوات المسنونة طارت ما كاينه شيء، بقينا احنا تنقولوا داك الشيء اللي بغينا، وكل جمعة تيقول، لأن الباطل يتعدد والحق واحد. والحق الله أكبر، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا